بوينت افضل تشكيله في تاريخ الفانتزي، واول كمان تشكيله هنستخدم البنش بوست في التشكيله دي. فانا شايف ان دي اقوى تشكيله في الفانتزي، فانت اشترك في القناه ويلا. وانا بصراحة فكرت في الحراسة، يعني بصراحة اجيب مين بصراحة، وانا ايه بصراحة اول حارس قلت اجيبه هو بيكفورد. علشان ايه؟ هو ب5.5 بصراحة سعر مبالغ فيه، بس هو عنده جدول كويس جدا، وعنده اول ماتش برضو عنده ليدز يونايتد ماتش، يعني ماتش كويس جدا ممكن يطلع فيه بكلين شيت. وبصراحة انا شايف لو الحارس الافضل بصراحة. والحارس التاني الحارس الديفرنشال الصفقة الجديدة اللي ب4.5 هو كيلر، حارس برينفورد بعد انتقال فليكن، بعد ما مشى من برينفورد وهم اتعاقدوا مع كيلر. فانا بصراحة فكرت اجيب كيلر اللي ب4.5، وعنده اول ماتش كويس كمان. وبصراحة انا شايف اللي جدوله كويس جدا، وهو هيكون حارس بصراحة كويس جدا. وخط الدفاع اللي هو اكبر ميزانيه واحسن خط دفاع في الفانتزي الدوري الانجليزي، اول لاعب هو جبته هو وان بيساكا. بصراحه انا شايف ان الراجل عنده جدول كويس جدا، عنده ساندرلاند اللاعب اللي بيلعب في ويست هام. بصراحه انا شايف ان هو لاعب كويس جدا، وكمان اللي هو ب4.5. وجبت كمان كوكوريلا عنده كريستال بالاس، الراجل بيساهم في الهجوم بشكل كبير جدا، وعنده كمان كريستال بالاس، ودي حاجة كمان كويسة جدا. وجبت كمان الظهير الجزائري الطيارة، جبت ريان ايت نوري عنده ويلفز والفريق السابق، بس هو كويس جدا وب6 مليون. وجبت كمان بيدرو بورو الظهير الهجومي جدا اللي بيلعب في توتنهام، عنده ماتش بيرلي ماتش كويس جدا. وكمان جبت رونالدو اللاعب المنتقل حديثا لساندرلاند من اتلتيكو مدريد. اللاعب ده بصراحة بينزل اساسي وب4 مليون، وهو ده الدفاع. وفي خط الوسط جبت الكولد، جبت كول بالمر عشان عنده كريستال بالاس، وبالمر اكيد دايما بيساهم. وكمان جبت الديفرنشال جيبس وايت، الشخص ده بصراحة ب7.5 وعنده برينفورد، وهو بصراحة ديفرنشال جدا جدا جدا. وكمان جبت ادينجرا اللاعب المنتقل حديثا من برايتون الى ساندرلاند، اللاعب ده ديفرنشال جدا جدا جدا. وجبت كمان قدوس اللاعب المنتقل حديثا من ويست هام الى توتنهام، وبرضه ده ديفرنشال وعنده بيرلي، وبصراحة حاجة كويسة جدا جدا جدا، فممكن يساهم ضد بيرلي. وانا شايف الخط الوسط ده متكامل جدا جدا. وجبت كمان بليبة اللاعب اللي بيلعب في برايتون عنده ضد فولهام، انا جايبه احطه على الدكه عشان هو بيلعب، وممكن النظام الجديد بتاع قطع الكرات ده يساعده. وانا شايف الخط الوسط ده جدا، ودي اقوى تشكيله اللي انت تعملها للبنش بوست. وفي خط الهجوم جبت البابا النرويجي هالاند، عشان اكيد هالاند سمعته سبقاه. وكمان انا حاسس لو الموسم ده هيكون موسم انفجار ليه. وجبت كمان سولانكي مهاجم توتنهام، مهاجم ديفرنشال جدا وعنده بيرلي في اول ماتش، ده هحطه على الدكه وهفعل خاصيه البنش بوست. وجبت كمان بيتو اللي عنده ليدز، وده بحاجه كويسه جدا، وبصراحه مهاجم ديفرنشال جدا. والتشكيله دي هي اقوى تشكيله للبنش بوست، فما تنساش تشترك في القناه. سلام.